السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم آخر أخبار فريق الوداد الرياضي. قبل البدء في التفاصيل لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة ووضع زر الإعجاب للفيديو كي يصلكم كل جديد. توصل نادي الوداد الرياضي بسيرة ذاتية لمدرب برتغالي يرغب في تدريب الفريق الأول خلفا للتونسي فوزي البنزرتي الذي فسخ عقده بالتراضي. وأبدى المدرب البرتغالي كارلوس كيروش اهتمامه بتدريب فريق الوداد الرياضي لتولي مسؤولية تدريب الفريق ابتداء من الموسم المقبل. وكانت آخر تجربة للبرتغالي كارلوس كيروش قيادة المنتخب القطري، كما سبق له تدريب العديد من الأندية في البرتغال وفي إسبانيا، إضافة للمنتخب المصري والإيراني ومنتخبي جنوب إفريقيا والإمارات. وقال مصدر صحفي أن المكتب المسير لفريق الوداد الرياضي يترقب القرار الذي سيتخذه الحسين عموتة مدرب منتخب الأردن بشأن مستقبله مع هذا الأخير. وكان عموتة صرح بأنه يود الدخول للمغرب لظروف عائلية، مبديا رغبته في إنهاء مهامها على رأس الطاقم الفني للمنتخب الأردني. أضاف المصدر نفسه أن الوداد يترقب نهاية شهر مارس الجاري لربط الاتصال بالمدرب السابق للوداد الرياضي والذي قاده للتتويج بلقب عصبة الأبطال الإفريقية سنة 2017 والبطولة الوطنية للموسم نفسه. ويتطلع الوداد الرياضي إلى التعاقد مع مدرب مجرب قادر على قيادته لبوديوم الألقاب وتقديم مستوى محترم في كأس العالم للأندية بأمريكا 2025.